يا مرحبا والله مسهلا بالجميع. ازيكم يا شباب؟ إيه. يا ما رحنا ويا ما جينا، ود وجب. يلا، هذه عواقب أكبر واحد من أخوانك. إذا صرت أنت الكبير تحمل المسؤولية يا حبيبي. الله يعيننا بس. أرحب يا شموس. الله، والله من ضب قبل 4 سنوات جاء عليه جري فوق ذا الحر. يقولون ميدي كيف تطلع البر ابو حمدان في القوايل، فلكم والله ما تدرون. عندي 2 من اخواني ما شاء الله ما شاء الله، حدث ولا حرج. الكلام هذا قبل ما يمنعون الصيد. يعشين التريد وقفت زي كذا. والله اني اعرف واحد من الله يرحمه ويغفر له، طريق المكاد تحت كوبري اللي تنظف الشوارع دي، عرفتوها المراوح اللي تنظف الارصفة. كان ماسك اليسار ينظف الرصيف عند صبات الساعة 3 في الليل. الكلام هذا قديم، 2007 كذا، 2007 كانت معلومينه هو. وكان مثله الله يرحمه ويغفر له ان الخط فاضي، يعني ما في احد. طريق المكفاه هذيك ايام ما في احد. يوم نزل تحت كوبري التريلا قدامه موقفه، توفى الله يرحمه. نشب فيه، لا حول ولا قوة الا بالله. والله انه مشكلة، المفروض يحطون قبلها علامات. نرجع الموضوع، لأني شفت واحد ذاك اليوم كاتب في التعليقات أنتم مرضى تطلعون لم البر في القوايل. فودي أرد عليه، واللي ما يدري بعد خله يدري. قبل ما يمنعون الصيد ترى كنا مدمنين شيء اسمه طيور، ولا قصورهم في الضبان بعد. بس الضبان ماني بحريص عليها مرة أنا، يعني على الطيور أكثر المهاجرة. الحاصل نرجع موضوع أخواني. طبعا أخوي يتكلم عنه نواف اللي سوى سبلوكس مع الدريشة، هو يرمي من الطيار. ما دريت إلا هو على جنبه، بس مو معي مع ولد عمي، ما كنت أسوق أنا، كان يسوق ولد عمي. والله أن كنا نطلع لما البر النوم 3 أيام 4 أيام. درجة الحرارة الظاهر 52. الموية صحة وانت تمشى بتخلص في يدك تتبخر. من غير ندور شجر السدر عشان نجي نستظل تحته، ندور الظل، نريح شوي ثم نكمل نصيد طيور. ونجلس 3 أيام 4 أيام من قوة جلساتنا وجينا تشهب. لا زودكم مشي البيت بعد. وحنا نتمشى طبعا شموس، ما في مكيف، الدراج مفتحة واللواهيب وحر. إذا جاء الظهر تقول كنا مشفطين بتكس، عيون حمر، أعوذ بالله، يا الله ترمش يا الله تغمض. ولا إذا صار يعني كذا الساعة 10 ونص الصباح 11، يعني إذا صارت الشمس في كبد السماء، والله العظيم إني أشوف شجرة زي السراب، إني ما أميز اللي فيها. إنه معي في السيارة يقول تشوفها، أقول يا ولد وين هي؟ ونجي نوقف عند شجرة يقول معي تشوفها، أقول وين هي يا ولد؟ ويدق الريوس ويطل من تحت أناظر أنا. يا رجال ما شفت تتحرك في الأغصان؟ يقول قلت يا رجال ماني بشوفها يا رجال، أنا ما أشوف إلا سراب، والله العظيم ما أشوف، خاصة إذا رفعت عينك كذا والشمس صارت ورا شجرة. الله الله يا الأجواء، تشوف أنواع قوس قزح في عيونك. إذا دق الريوس تحطاها بوري انقزت من الشجرة عاد، وذاك الساعة دبل. والله اللي مي برايحة عند أخوي، والله اللي مي برايحة ما شاء الله عليه، لا يضره ما يخطي، هاويها من يوم أنا صغير. بس من يوم جاء منع الطيور زي كذا خلاص الرجال صحيح توجه ثاني. صار كل أسبوع يروح لما ينبع أملج يقلبها صيد سمك، ياخذون لهم قارب ويتكون لهم يوم كامل في البحر. شيء هامور، شيء
المهم انه قلب الوجهة، صار الوضع الحين سمك وربيان وهامور وزبيدي والاشياء هذه. يروح يعبي له 5 فلينات 6 فلينات ويجيبه عندنا في البيت هنا ويلا سمك. اقطعه فلتها اللي حارتنا. إيه هذا اللي جاب سالفة الشموس والقوايل. بعدين ترى حنا راعين نخل وراعين مزارع، يعني عادي متعودين على الاشياء هذه ترى يعني. والله يا قد جت ايام خلني ساكت تكفى، بس خلوني ساكت تكفى واكلم احنا ويانا. خلوني ساكت تكفون. جت ايامي والله انا اشهد راحت بحلوة بس ما فيها مر. مقانيص وعلوم سفرة وعلوم زينة، الله المستعان. بس المهم ابي اوصيكم وصايا يا الربع. معليش يا الربع ترى خشمي متسكر، يعني في صفيرة عادي ما اتنفس لما فمي. الله يعين. بس ودي اسوي العملية اللي في خشمي دي وتقروش منها. احنا رحنا الشريح دلوقتي كله صار عمليات، طارين بطنك وخشمك الله يستر. بس الوصاة اللي بوصيكم اياها تكفون السرعة يا الربع. شوف قبل ما تجلعد حط صورة امك وابوك على التمثال حق السيارة تذكرهم بس، واذا كنت متزوج تذكر عيالك. بس انا اتكلم عن الشباب يعني اللي ليش بعلمكم ليش. مو بالجمعة اللي امس اللي قبل اسبوع جتني يوم الخميس رسالة الساعة الفجر، بعد صلاة الفجر، اقول لكم عندنا جروب الاخوي ابوي وعماني يجتمعون كالربوع وحاطين لهم جروب لهم. جتني رسالة يوم الخميس نصبح الجمعة بعد صلاة الفجر، انتقل رحمة الله فلان بن الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله يسكنه، ادعوا له بالرحمة وادعوا كل اللي توفوا ذاك الحادث بالرحمة بعد جميع اموات المسلمين. قريت النص في وفاته بيصلون عليه العصر يوم الجمعة، ما ادري صلاة الجمعة ماني بذكر والله زين. تذكرون الحادث اللي صار في شارع المساندة يعني على طريق المطار اللي قبل بوابة الملك، قبل بوابة الملك فهد سابقا، اللي تقاومون فيه؟ تمام. انا المقطع جاني من كذا واحد في نفس يوم. طبعا وعندي متابعين في الجوال مرسلين لي الحادث يمكن الساعة 1 ما ادري والله 1 ونص، والله ناسي الوقت بالضبط. وكاتب راسلي لي قال تكفى ابو حمدان يحرص على السرعة. قلت الله يرحمه ويغفر لهم، يعني ان شاء الله اني بتكلم عنها. طيب بعدها بيومين كان ابوي موفي، كان مسافر البر ورجع، وسولف انا ابوي فلان اللي توفى الله يرحمه خويك من هو؟ لاني اعرف انا اخوانه واعرف عيال عمه وذا. اللي متوفي عمره يمكن 33 سنة. طبعا الشارع هذا حق مقاومات، وفي جاي تصاوير للحادث داخلي بعد ناس كانوا مصورين جوا السيارة كلهم توفوا الله يرحمهم، وفي ناس هنا مركزة. ادري الحين بيطلع لي واحد عندي هنا بيسوي انا محقق كونان، كيف ابو حمدان تقول انهم توفوا ومصورين داخلي؟ كان يبث في التيك توك وهم يتقاومون. يوم صار الحادث انقطع، يعني كان البث مصور، يمكن انكم شفتوه انتم، يمكن في ناس شافوه. المهم ان اللي توفى هذا اللي احنا نعرفه كان جالسين في جلسات على اليمين يحطون فرشات ويجلسون فيها، انا ما ادري شارع مقاومات والله، كم مره اروح معه بس ما قد شفت فيه مقاومات. كانوا جالسين على اليمين هم 3، ما ادري الموترين اللي تصادمت ويجيهم الجمس، ما ادري هو سيارة والله ما ادري ناس الجمس وشو، بس الظاهر انه سيارة ما ادري فكسار، ما ادري السيارة، ما شفت الحادث زينة.
لأنه كلهم مفايع، السواق منقطع راسه، الله يكفي نش. وعندي واحد متابع طبعا كل اللي في السيارات تقطعوا، اللي في الجيب الظاهر على ما أعتقد كلهم تقطعوا الله يرحم الحال، وإن كان فيه مصاب الله يشفيه. كان عندي واحد يتابعني حاضر الحادث، يعني مصوره بجواله، بس تعرفون ممنوع انك تنزل حوادث زي كذا فيها مساءلات، ليش تصور يعني؟ هذاك صور لي وارسل لي زي ستريك، يعني يقول ميدي شف ابو حمدان السرعه واخرة السرعه. قلت الله يرحمهم، ولا ادري ان اللي متوفي واحد اعرفه من اللي كانوا جالسين في الجلسات اللي على اليمين حاطين فرشتهم وقاعدين يتقهوون ويتفرجون على الاستعراض هذا والمقاومات وجاهم الجمس وضفهم الثلاثة كل ابوهم، توفوا كل ابوهم الله يرحمهم. الله يرحمهم ويرحم جميع اموات المسلمين. السرعة تكفون يا الربع، السرعة والله ما فيها خير. بتقول ابو حمدان كنت تسوي وانت كنت تحط وذا.